رقم عقلنا مصمم يخبيه عننا علشان لو عرفناه نتحكم في اي عقل جنبنا، نخليه يصدق كلامنا ونخليه يحبنا. علماء النفس بيقول لك قاعده الثلاثه، ذا رول اوف 3، ان العقل مصمم انه يقتنع باي حاجه وبيتجذب لاي حاجه مكونه من 3 عناصر. رقم 3 مهم جدا، دايما تلاقي اي حاجه في حياتنا لو وصلت لانها عدت مرحله والثانيه في الثالثه لازم بنصدقها، حتى احنا بنقول ايه؟ الثالثه ثابته. تاني تفسير، القصه عشان تبقى قصه كامله ناجحه وروايه ناجحه لازم تكون ليها 3 عناصر: بدايه قويه جدا، احداث فيها توتر، نهايه تكون عظيمه. حتى في الامثله الشعبيه بنقول الصبر مفتاح الفرج، العين بصيره والايد قصيره. هنا انت هتقولي بس دول مش 3 كلمات، لا بس هم 3 عناصر: ادراك مشكله، ادراك لعدم الحل، احساس بالعجز. ده رقم 3 ده من كتر اهميته الناس عارفه اهميته من زمان جدا. الحضاره الفرعونيه الشمس كانت عندها 3 مراحل: شروق وظهر وغروب. حتى لما بنوا الاهرامات بنوها بشكل مثلث من 3 زوايا. فانت لو قدرت تقنع اي بني ادم من 3 خطوات بس بيحس ان انت منطقي ومقنع ومريح. وده مش صدفه، ده سحر عقلي. حاول تستخدمها في كلامك، في البيع، في التفاوض. وخليك دايما فاكر ان 1 ممل، 2 ناقص، 3 سحر. محدش هيقول لك ايه.